بعد وفاة الكابتن أحمد رفعت الله يرحمه، نصيحة لوجه الله: أي حد تشم بس ريحة إنه بيأثر عليك نفسيا بالسلب، أو يضايقك أو يحطك تحت ضغط بأي شكل من الأشكال، نصيحة لوجه الله، لو قدرت تمسحه من قاموس حياتك اعمل كده بكل ضمير، بكل ضمير راضي. في شغل بقى، في علاقات إنسانية، في الحياة عموما، والله ما حد هينفعك. انت مش مضطر انك تستحمل اذية اي حد لأي سبب من الاسباب مهما كان هو مين. لو على الشغل والرزق فدي حاجة مش في ايد اي حد من البشر، وارض الله واسعة. لو في علاقة انسانية اقطع علاقتك وانسحب وريح دماغك، ومهما اتقال عنك ما تسمعش اصلا ولا تحط اعتبار لأي مغفل. الحياة لو ما خدتش بالك فيها ان لنفسك عليك حق، وواجب عليك انك تحمي نفسك الاول من قرف البشر، انت اللي هتكون خسران جدا، ومش اي خسارة، هتخسر نفسك وصحتك وعمرك. نفسك وصحتك وعمرك.